السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي في كل مكان عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده بقى هنعمل حاجة سهلة كده وسريعة، مش هتاخد مننا وقت وكلها في حلة واحدة ان شاء الله. هنعمل النهارده الكبسة السريعة بس بطريقتي انا، بصراحة بحب اعملها بالطريقة دي وبتطلع في منتهى الجمال. تمام. عندي هنا الرز البسمتي حوالي كوبايتين، نقعتهم حوالي نص ساعه بقوا بالمنظر ده وسبتهم عشان خاطر يتصفوا. عايزه رز مصري عادي اللي يريحك. عندي هنا بصلايه مخرطاها مكعبات. عندي التوابل بتاعتي هنا عشان بعيد اقربها لكم، توابلها سهله جدا. عندي بهارات فراخ، معلقه قرفه، جنزبيل، ملح، كاري وكركم انا حطاهم على بعض، بصل وثوم بودر وفلفل اسود. يبقى نقول تاني: قرفه، جنزبيل، ملح، كاري وكركم، ثوم وبصل بودره، فلفل اسود، بهارات فراخ. دي البهارات المطحونه. اما البهارات الجافه دي اللي هنحطها بتاع الكبسه. عندي قرفه سيجار، وعندي حبهان، قرنفل، كبابه صيني، ورق لورا، اللومي الصغير ده، ومكعب ماجي زياده للنكهه. مش حابه ما تحطيش، حابه تشيلي اي تابل من التوابل دي براحتك. عايزه تشيلي وتحطي اللي انت عايزاه واللي انت تفضليه. عندي كمان هنا انا هشتغل على وراك، حابه تشتغلي على فرخه كامله ماشي، دبابيس ماشي، اجنحه ماشي، اللي يريحك. انا عندي هنا بيحبوا الوراك، فبصراحه بنجيب الوراك دايما. عندي بقى الاضافه اللي هحطها عليها، عندي هنا بسله وجزر، بيخلي طعم الكبسه طعمه حلو قوي، وبتاكليها ما بتبقاش عايزه حاجه تانية جنبيها، يعني هي دي بتبقى اكله متكامله مع بعض. ده البسله اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض، لسه طبعا مجمده، وهحطها في الفريزر دلوقتي لحد ما اخلص المكونات بتاعتي. طريقه سهله وبسيطه خالص ومش هتاخد معانا وقت في العمايل، يعني هي ساعه زمن هتكون كل حاجه استوت معانا وبقت زي الفل. انا عندي هنا بوله احط فيها الوراك بتاعتي. طبعا الوراك دي مغسوله ومتنضفه وزي الفل، ونقعها في محلول النقع بتاعها. بصوا ما شاء الله ايه منوره، خل بقى وليمون وجنزبيل، ومظبطاها ومروقه عليها. هعمل ايه؟ البهارات اللي انا عملتها دي كلها هخلطها كده مع بعض بسم الله. وممكن احطها عادي في الشوربه، بس انا بحب اطعم الفراخ كده. خلاص كده زي الفل. هنزل عليها كلها كده، وهدعك البهارات بالفراخ كويس قوي. يستحسن ما تكونش مبلوله عشان خاطر ايه؟ تتشرب التوابل بتاعتي على طول كده. بصوا زي الفل من جوه عامله ازاي كده. نحط لها التوابل، عايزينها اتبلها كلها مع بعض كده. هتبل كله كده وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي خلاص كده دمجت البهارات بتاعتي كلها في قلب الفراخ فوق وتحت، بقت بالمنظر ده وريحتها تحفه جدا. هنعمل ايه بقى؟ هنروح دلوقتي على البوتاجاز نشوف هنكمل هنعمل ايه. بصوا حبايبي انا عندي هنا حله حاطه فيها شويه زيت زي ما انتم شايفين كده، ومكعبين 3 زبده اللي تحب تفضليه. انا سخنتها حلو قوي. هنزل بالفراخ بتاعتي، هقول بسم الله كده، هديها صدمه من ناحيتين، يعتبر هحمرها اكني هحمرها بالظبط كده كده. اوسع لها المكان بالمنظر ده. بصوا حبايبي ده الشكل بتاعها. دلوقتي انا هحمرها اكني هتحمريها في زيت بالظبط، تاخد اللون من الناحيه من الوش ده، وهقلبها على الناحيه التانية، وهنرجع نكمل مع بعض نشوف هنعمل فيها ايه تاني بقيه التكمله بتاعتها. لو وصلتي هنا للفيديو متنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصوا حبايبي ده كده شكل الفراخ بعد ما حمرتها، اكنها متحمره بالظبط زي ما انتم شايفين. بقيه الكميه لسه في الحله اهو يا حبايبي. بصوا بالمنظر اللي انتم شايفينه دوت، طبعا واخده اللون الحلو دوت من الكاري والكركم والبهارات مع بعض، والتحميره الحلوه قوي دي يعتبر دخلت في نص التسويه.
يعني عارفين الوراك ما بتستحملش اصلا وما بتاخدش سوا على النار. هشيل دولت من الحله ونرجع نشوف هنكمل مع بعض ايه. اهو يا حبايبي بصوا الشكل بتاعها، شكلها تحفه ازاي، تحس ان هي مستويه. بصوا المنظر بتاعها جبار. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنروح على البوتاجاز. بصوا حبايبي خلاص كده اصلا الزبده والزيت سخنين. هنزل عليهم بالتوابل بتاعتي اللي هي الصحيحه اللي احنا قلنا عليها، القرفه والحبهان والقرنفل واللورا والكبابه الصيني واللومي. احمصهم كده تحميصه بس يشموا النار كده ويصحصحوا معايا التوابل في الزيت، وهنزل عليهم بالبصله. بصوا حبايبي خلاص كده انا نزلت بالبصله بتاعتي. طبعا هي الحله سخنه جدا. خلاص هتاخد بقى الكرمله بتاعت الفراخ والتوابل اللي انا كنت حطاها وكل دوت هيطعم بيها البصل. هجيب دلوقتي خلاص كده هو اصفر معايا، بصوا بالمنظر ده اصفر كده وبقى زي الفل. هنزل بقى بكميه البسله والجزر. مش عايزه البسله والجزر تكملي بقيه الخطوات بعد ما انا هكمل. لو مش حابه تحطي بسله وجزر براحتك، دي حاجه بترجع لك انت. هحط البسله والجزر. بصوا حبايبي خلاص كده حطيت البسله طبعا عشان مجمده خلاص بتفك. شايفين لازم تحطوها كده مجمده عشان تدي اللون الاخضر ده. دي اللي احنا مفرزينها مع بعض في التفريزات. انا عشان كنت عامله كميه فعندي بصراحه بتقعد معايا فتره. هي بس هتشم النار كده وننزل بس كده كل اللي فيها كده بس كده زي الفل. هنزل بمكعب المرق عشان انا كنت سايباه ما حطيتوش كده زي ما انتم شايفين. هشوح البسله مع البصل كده وتفك وتاخد اللون بتاعها الحلو وارجع لكم تاني. بصوا خلاص كده يا حبايبي انا مزودتش اي حاجه، كل دوت اللي عاملينه مع بعض، ولا زودت توابل ولا اي حاجه تانية، ومش هحط توابل تاني. انا هستكفى باللي غلفت بيه الفراخ والنكهه بتاعتها كلها نزلت في الزبده. دلوقتي بقى هنزل بالرز. عايزه تحطي رز مصري شغال، عايزه تحطي بسمتي شغال. بسم الله. هشوحه كده حوالي 5 دقايق كده 10 دقايق. هغلف كله كده مع بعضه وهنرجع مع بعض تاني. بصوا كده طبعا النار عاليه والحله سخنه هيتعمل على طول. بس انا ممكن للامانه عشان خاطر اللون مش اصفر قوي هحط معلقه كركم تاني عشان تصفر لي اللون بتاعه. بصوا حبايبي خلاص انا شوحت الرز كده، حطيت معلقه الكركم اللي قلت لكم عليها اهي كده زي الفل. خلاص كده اتشوحت مع الحاجه. هنزل بقى بالميه المغليه عليه. هقول بسم الله بالراحه كده. طبعا مقدار الرز البسمتي كوبايه الرز بتاخد كوبايتين او على حسب نوع الرز اللي انت بتستعمليه. في نوع بيستعمل مثلا كوبايه ونص، في نوع ما بيستحملش بيستعمل كوبايه. وخدي بالك ان انت كمان نقعاه ده برضو بيختلف في السوى. تمام كده عشان عامله كوبايتين كبار. بسم الله. الملح بتاعه مظبوط وزي الفل مع مكعب المرقه حسب ما تزوديش. ده القرنفل بقى وبقيه التوابل بتاعتي. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ طبعا الفراخ لسه ما استوتش. بدل ما احطها في الرز وتشرب كله من الرز كده انا دلوقتي هرصها على الوش ثانيه واحده. بصوا حبايبي خلاص كده الرز بيغلي ما تشربش ولا حاجه. هبتدي ارص الفراخ. فاكرين نفس الفكره بتاعت المندي بالظبط اللي احنا بنحطه في الفرن، بس احنا دلوقتي هنعمله في الحله بس كده. بصوا العصاره اللي نزلت منها كده هتنزل في قلب الشوربه. مش هقلبها بقى ولا اي حاجه. هسوي الرز بالطريقه العاديه خالص. هنزل العصاره بتاعتها دي حرام دي النكهه كلها فيها بس كده. هنوسع بس ايه بدور كده شويه كده عشان يتغلغل جوه الرز. طبعا هيستوي وهيبقى 100 100. حطيها بس كده حاجه تغرزيها بس كده زي الفل. هسوي الرز بالطريقه العاديه خالص. اول ما هيتشرب ههديله النار. هيقعد حوالي من ربع ساعه لتلت ساعه بالكتير وهتكون الفراخ استوت وبقت دايبه ذوبان معايا. بعد ما يتشرب ويخلص خالص هوريكم الشكل بتاعه في الاخر. بصوا حبايبي خلاص كده بسم الله بسم الله ما شاء الله. بصوا المنظر بتاعت الفراخ خلاص اتشرب واستوى وبقى زي الفل. يعني بصوا الفراخ عامله ازاي خلاص استوت 100%. بصوا فصلت العظم ازاي
بصوا المنظر، مش هتستوي، ما تخافيش هتستوي، هتبقى زي الفل. الرز بصوا عامل ازاي، ولا معجن ولا لازق في بعض ولا اي حاجه، زي الفل. هغرف بقى الطبق واوريكم الشكل النهائي بتاعه. بصوا حبايبي، خلاص كده انا خلصت الوصفه بتاعتي النهارده. اتمنى ان انا كنت وصفه سهله وخفيفه عليكم كده، وما كنتش طولت عليكم. اتمنى تجربوها. اتمنى منكم بقى دعم وشير واشتراك في القناه، وشجعوني كده بكلامكم الحلو. وانا هزود لها بس شويه بطاطس كده محمره، وخلاص على كده وجبه كامله متكامله فيها الخضار وفيها البروتين بتاعها. ولون الفراخ ده من التحمير اللي حمرناها الاول. زي مين، بصوا استوت خالص، بصوا المنظر، اتهرت كمان يعني، مش استوت بس. ما تقلقيش، ما تقوليش مش هتستوي ازاي ومش ازاي، لا البخار كفيل انه يسويها، وطعمها تحفه جدا. اقول لكم ايه بقى، السلام عليكم ورحمه الله، واستنوني في وصفات تانية احلى واحلى.